يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. عندما نتكلم عن الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة ربما لا يخطر على بال أحد أننا نتكلم في قضية الحجاب، لكن فعلا الحجاب قضية اجتماعية، مثل ما الحجاب قضية دينية وقضية تشريعية، إلا أنه قضية اجتماعية. ماذا يفعل الحجاب عندما ترتديه المرأة؟ ما هي الصفة التي تتصف بها المرأة المحجبة؟ هل الحجاب هو فقط غطاء أم أن الحجاب له معاني كثيرة اجتماعية؟ منذ 1400 سنة أمر النساء بالحجاب، ولا شك أن هذا تميز، وهذه علامة من علامات الإسلام وشرائعه. فعندما تمشي المرأة أو تسير أستطيع ولو كنت على بعد كيلو أن أقول هذه امرأة مسلمة. من أي علامة؟ من علامة الحجاب. بينما عندما لا تكون المرأة محجبة لا أستطيع أن أحكم هل هي مسلمة أم لا. إذن الحجاب من الشعائر الإسلامية التي نظهرها ونتفاخر بإظهارها، وإن إظهارها من تقوى الله تبارك وتعالى. لكن يبقى السؤال يطرح نفسه: أين وجه الإعجاز الاجتماعي في ارتداء الحجاب؟ أي تشريع فرضه ربنا تبارك وتعالى هو في حقيقته في مصلحة الإنسان. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالحجاب فريضة فرضها ربنا تبارك وتعالى على نساء المسلمين. يقول رب العالمين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فأول فائدة للحجاب أن تتميز المرأة المؤمنة المسلمة عن الكافرة التي لا دين لها، أو التي يعني أشركت بالله أو عبدت غير الله سبحانه وتعالى. هذا التمايز من علامات الصحة في المجتمع الإنساني، أن يتميز الحق عن الباطل، ويتميز الإيمان عن الكفر أو الإيمان عن الشرك. ضرورة إنسانية. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فتعرف المرأة المسلمة الملتزمة بأوامر الله سبحانه وتعالى، فلا يجرؤ شيطان أن يصيبها بأذى. النقطة الثانية أن المرأة فتنة، وفتنتها لغيرها يحملها جزء من هذه المسؤولية. يعني إذا انحرف شاب انشغل بفتاة سافرة وفتن بجمالها أو بزينتها أو بحركاتها، والله هي تتحمل جزء كبير من هذه المسؤولية. ليس هو طبعا عليه مسؤولية أيضا، لكن هي أيضا تتحمل جزء من هذه المسؤولية. هي تتخيل أنها لم تؤذه ولم تضر بالمجتمع. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت على أمتي فتنة أخطر من فتنة النساء على الرجال. النقطة الثالثة يا أخي الكريم أن الحجاب له فوائد صحية هائلة. منها أن أشعة الشمس فيها كثير من الموجات التي تضر بالإنسان إذا تعرض لها لساعات طويلة، منها الأشعة فوق البنفسجية، وتضر الأنثى أكثر مما تضر الذكر، لأن طبيعة المرأة أن سمك طبقة الدهون تحت جلدها أعلى من سمك طبقة الدهون تحت جلد الرجل. الأشعة فوق البنفسجية تتفاعل مع هذه المواد البروتينية تحت الجلد وتؤدي إلى أمراض متعددة، منها سرطانات الجلد، منها تساقط الشعر، منها تقيحات أحيانا يعني في فروة الرأس أو في الذراعين أو في الرجلين، أمراض كثيرة الإنسان في غنى عنها. النساء في أوروبا شغلنا فترة من فترات باللون الأسمر، يعني فجلسنا يعني يعرضنا أجسادهن إما لساعات طويلة في الشمس أو للمبات الأشعة فوق البنفسجية. فاتضح بعد فترة انتشار أمراض سرطانات جلدية رهيبة، فبدأ الأطباء يعني يحذرون من استخدام اللمبات فوق البنفسجية أو التعرض لساعات طويلة يعني تحت أشعة الشمس. هذا التعرض يؤدي إلى يعني جفاف الشعر كما يقولون،
والجفاف يؤدي إلى تقصف الشعر، والشعر هو زينة المرأة حقيقة. فإذا فقدت المرأة هذا الجزء من زينتها والله أصابها بكثير من العقد النفسية والمشاكل الذاتية التي يعني قد تتعسها في حياتها. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يذين، هو أمر إلهي الهدف منه مصلحة الإنسان فردا ومجتمعا. إذن الحجاب فيه كثير من أوجه الإعجاز. الحجاب يفرض الاحترام، لأن المرأة لها شخصيتين: الشخصية الأنثوية والشخصية العاقلة، المرأة العاملة المنتجة الحكيمة. الشخصية الأولى شخصية الأنوثة تظهر مع زوجها، مع أولادها، مع إخوانها وأخواتها، وذلك عندما لا ترتدي الحجاب. بينما الشخصية الثانية التي يشاهدها فيها الإنسان الغريب والشخص الغريب الذي ليس ذي محرم عليها، فهي شخصية المرأة المتزنة العاقلة الحكيمة، وهذه الشخصية تكون أثناء ارتداء الحجاب. إذن هذه من ميزات المرأة. ولذلك كان يقول شيخنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه، يقول المرأة تطيع رجلا واحدا بينما يطيعها رجال كثر. يعني أحيانا تعترض المرأة وتقول يعني أنا أطيع زوجي، يعني أنا دائما أطيع زوجي. طيب أنت تطيعين رجل واحد، بينما كثير من الرجال يطيعوك، وخاصة إذا عندها 3 4 أولاد، وكل هالأولاد مأمورين ببر الوالدين، أمك ثم أمك ثم أمك. فإذا هناك توازن. فالمرأة المحجبة نعم الحجاب من الشعائر الإسلامية، لكنه وجه من أوجه الإعجاز. واللباس عبارة عن فلسفة ورسالة. أنا عندما ألبس هذا اللباس أنا الآن أوصل لكم رسالة عن الهوية، عن الثقافة، عن الخلفية، عن عنوان معين أنا أحمله من خلال اللباس. الطبيب عندما يرتدي الرداء الأبيض هذه رسالة، لو مشى في الشارع أنا أحكم عليه بأنه طبيب. كابتن الطيارة لو مشى في الشارع أقول هذا كابتن طائرة من لباسه. الشرطي أقول هذا عسكري وشرطي من لباسه. إذن اللباس مصدر حكم، اللباس عنوان. ولذلك عندما تسير المرأة المسلمة بحجابها وهي عزيزة وشريفة شامخة الرأس أقول هذه امرأة مسلمة. إذن اللباس عنوان. لماذا لا نسمي الحجاب لباس مهنة؟ يعني المرأة أين تلبس اللباس؟ داخل البيت لا تلبس اللباس، والأصل في المرأة أن تكون داخل البيت، والأصل فيها أن تكون متبرجة وغير محجبة. طيب متى تتحجب المرأة؟ إذا خرجت لمهمة، إذا خرجت لعمل. إذا معنى هذا أن الحجاب هو لباس مهنة، مثل ما الطبيب يرتدي لباسه والشرطي يرتدي لباسه والكابتن يرتدي لباسه، كذلك المرأة ترتدي لباسها إذا كانت في مكان المهنة وفي أثناء خروج للعمل. فإذا لا فرق ما بين الاثنين إذا اعتبرنا اللباس هو عنوان ورسالة. هذا قد يبدو متعارضا مع الدعوة بأن الإنسان محتاج إلى فيتامين د الذي يتكون بتفاعل أشعة الشمس مع بعض مكونات الجسم. ولهذا يعني كان التصميم الإسلامي للبيت في المجتمع العربي يحرص على إيجاد ساحة داخلية للبيت، عليه حديقة أو حوش أو فناء، يعني حتى تشعر المرأة بشيء من الحرية في الكشف عن ذراعيها، عن ساقيها، عن شعرها، فلا تحرم من هذه الفائدة. لكن لا تكون هي السمة العامة، يعني أنا هتخرج إلى الشارع بهذه الصورة فتؤدي طبعا إلى لفت الأنظار إليها، إلى الوقوع في مشاكل يعني من صلات غير مشروعة، يعني يؤدي إلى تعقيد في حياتها، بالإضافة إلى الأضرار الجسدية التي قد تنتابها. وقد ثبت علميا أن أحد أسباب تساقط الشعر في المرأة
والشعر زينتها الأساسية هو الحرارة الشديدة التي يمكن أن تتعرض لها، وهذه الحرارة ناجمة من أشعة الشمس أو من التدفئة الصناعية يعني في الأماكن العمل إلى آخره، في وسائل المواصلات. فالوسيلة الرئيسية للمحافظة على الشعر هي تبريده، وهذا ثبت في تجارب كثيرة في بريطانيا وفي غيرها من الدول، أن أسباب تساقط الشعر هو الجفاف الذي يصيب فروة الرأس ويؤدي إلى تقصف الشعر ويؤدي إلى جفاف الطبقة الدهنية تحت فروة الرأس. فيأتي هنا الحجاب